اهلا شباب اولى ثانوي. النهارده بنبدا اول سلسله مراجعات، المراجعه النهائيه لامتحان اخر السنه، وهنبدا بجرامر يونت 7 موديل فيربس. موديل فيربس يعني الافعال الناقصه. اولا should بيجي وراها الفعل في المصدر ومعناها ينبغي وتستخدم في النصيحه. بتساوي ought to، عايز تنصح حد وتقول له ينبغي انك تذاكر يبقى you should study او you ought to study. ملحوظة كمان ان should ممكن تستخدم في الاقتراح، بتقترح على حد ان هو يروح السينما you should go to the cinema. طب لو انت بتلوم حد وبتوبخه على موقف عمله او حاجة ما عملهاش، يعني سقط في الامتحان فكان المفروض يذاكر، اقول له you should have studied. اذا should للنصيحة، should have والبي بي يعني كان المفروض انك تعمل، يعني انا بلومه يعني انا بوبخه، يبقى should have والبي بي بتساوي blame someone، بتلوم حد، وبتساوي ought to have والبي بي. ought to have والبي بي. you ought to have obeyed your parents، يعني كان المفروض تطيع والديك. اذا should للنصيحة، should have والبي بي للوم والتوبيخ. ولما تستخدم should have والبي بي للوم والتوبيخ بتساوي regret. regret يعني يندم. I should have بلوم نفسي، I should have studied كان المفروض اذاكر، بتساوي انا ندمان ان انا ما ذاكرتش، بتساوي I regret. يا ترى regret بيجي وراه ايه؟ regret بيجي وراه حاجتين، يا اما جمله كامله يا اما فيرب عليه ing. I regret I ندمان ان انا hadn't studied، ندمان ان انا ما ذاكرتش، بتساوي I regret عدم المذاكرة، ندمان ان انا ما ذاكرتش I regret not studying. قول انت بقى المثال ده. هو كان المفروض يعمل بجد، كان المفروض بنلومه بنوبخه he should have worked hard، بتساوي he ought to have worked hard، بتساوي he regrets هو ندمان he hadn't worked hard، جه وراها جملة أو he regrets not working hard. ممكن استخدم كمان wish، يعني أنا كان المفروض أذاكر، بتساوي I wish لما بلوم نفسي I wish I أتمنى إن أنا ذاكرت في الماضي I wish I أستخدم الماضي التام عند استخدام I wish للوم أو التمني في الماضي. I wish I had studied hard. must، شوف استخدام must ايه. اولا must معناه يجب، بتستخدم في الالزام الداخلي، يعني ما حدش فرض عليك، انت اللي فرض على نفسك. I must do my best، يجب ان ابذل قصارى جهدي. I must come first، لازم اطلع الاول، يبقى انت اللي بتفرض على نفسك. او الزام ودي، ودي يعني مشاعر يعني عواطف، زي مثلا دعوة you must visit us، او نصيحة ودية you must stop smoking. انا كده ما بفرضش على الاخر بسلطة خارجية، لا، بدافع العاطفة والحب والمشاعر. او رغبة I must study hard، انا اللي راغب في كده، انا اللي عايز كده، مش مفروض عليا من الخارج، الظروف ما فرضتش عليا، دي رغبة نابعة من داخلي. او الضيق والشكوى، انا بشتكي من حاجة فبقول must you bite your nails، هو انت لازم تفضل تعض في ضوافرك must you bite your nails، يبقى كده انا بعمل ايه؟ ضيق وشكوى. كمان استخدام اخير ان must ممكن تدي معنى اكيد، زي مثلا she has an expensive car، عندها عربية غالية. she must be rich، هي اكيد غنية. ديت معاني must على السريع.
لو احنا نفينا ماست هيطلع لي حاجه اسمها ماسنت، وماسنت معناها لا يجب، لا يجب يعني ممنوع، ودي بتساوي forbidden ممنوع، banned prohibited not allowed not permitted. يعني مثلا حد بيدخن في محطه البنزين هقول له you mustn't smoke، طبعا بيجي وراه الفعل في المصدر. ننزل على برضو مجموعه من الافعال معناها يجب، have to او has to، انت عارف ان have to مع اي والجمع و has to مع المفرد. have got to و has got to، need to needs to، دول معناهم يجب برضه. طب ايه الفرق ما بينهم وما بين must؟ ان have to وشلتها ده الزام خارجي رسمي. يعني ايه الزام خارجي رسمي؟ يعني مفروض عليا من الخارج، يعني الشيء اللي انا لازم اعمله ده مش انا اللي فرضه على نفسي. زي مثلا المدرس بيقول لي you have to wear a uniform، انت لازم تلبس اليونيفورم. مين اللي فرض عليا؟ المدرس، بحكم القواعد المدرسيه او اللائحه المدرسيه. مثال تاني، the road الطريق is busy الطريق مشغول. I have to change the way، انا لازم اغير السكه اللي انا ماشي فيها. مين اللي فرض عليك؟ الظروف الخارجيه. It's raining هي بتشتي. I have to take a taxi انا مضطر ان انا اخد تاكسي. لما انا نفيت have to واخواتها طلع لي don't have to او doesn't have to، طلع لي haven't got to او hasn't got to، طلع لي don't need to او doesn't need to، وطلع لي needn't. خد بالك needn't من غير to، كل دول معناهم مش ضروري، يعني براحتك، يعني انت مش مضطر. مثلا he has sharp sight وعنده بصر حاد، يبقى he doesn't have to wear glasses. He hasn't got to wear glasses. He doesn't need to wear glasses. He needn't wear glasses. مثال تاني، tomorrow is a holiday بكرة اجازة، يبقى هي مش مضطرة تصحى بدري. She doesn't have to get up early. She hasn't got to get up early. She doesn't need to get up early. She needn't get up early. طب افرض كان الاضطرار في الماضي، يعني امبارح انا كنت متاخر فاضطريت اخد تاكسي، استخدم had to. had to I had to take a taxi yesterday. ليه اضطريت تاخد تاكسي امبارح؟ because it was raining. because I was late كنت متاخر. لو انا نفيت had to هيطلع لي تركيبه اسمها didn't have to، و didn't have to يعني ما اضطريتش ان انا اعمل. طب عملت؟ لا ما عملتش. يعني امبارح انا ما كنتش متاخر so I didn't have to take a taxi، ما اضطريتش اخد تاكسي. هل انت اخدت تاكسي؟ لا ما اخدتش تاكسي. مثال كمان I had so many shirts كان عندي قمصان كتير so I didn't have to buy more ما كنتش مضطر اشتري اكتر ولذلك ما اشتريتش. اذا didn't have to معناها ما اضطرش انه يعمل الحاجه وما عملهاش. ولكن ليا صديق ما كانش محتاج خالص ان هو يشتري قمصان ولكنه اشترى. ايه ده؟ ما كانش مضطر ومع ذلك عمل، يبقى needn't have والبي بي. اذا needn't have والبي بي معناها ما كانش مضطر ان هو يعمل لكنه عمل. فايه الفرق بقى بين الجملتين دول؟ I didn't have to get up early و I needn't have got up early. الاولى ما كنتش مضطر اصحى بدري وفعلا ما صحيتش بدري، خدت كفايتي من النوم. والثانيه انا ما كنتش مضطر اصحى بدري ولكن صحيت بدري. نيجي على اخر حاجه، لو انت مضطر تعمل حاجه في المستقبل بنستخدم will have to. يعني next year السنه الجايه I will have to study physics هكون مضطر ان انا ادرس فيزياء. طب لو انا مش هكون مضطر هقول won't have to يعني لن يضطر. won't اللي هي ايه؟ will not. في حاجه اسمها must وحاجه اسمها a must. must يعني يجب، ده فعل وبيجي وراه المصدر. اما a must دي ضروره. اذا a must ده اسم ويجي وراه to والمصدر. it's a must. it's a must ضروره. to study hard
بتساوي it's a necessity. إذا a necessity ضرورة و a must ضرورة، ودول الاتنين اسم. الحاجة التانية والأخيرة إن must ينفع إن أنا أسأل بيها وأبدأ بيها السؤال أو أبني بيها السؤال، أما have to أو has to بيحتاجوا do أو does. خد مثال، أنا عايز أقول هل يجب عليها إنها تذاكر؟ شوف كده جملة صح ولا غلط؟ does she must study؟ طبعا لا، لسبب بسيط إن must مش محتاجة do ولا does، لأن must بتسأل بنفسها عن نفسها، فأقدر أقول must she study. أما في حالة have to أو has to لازم أستخدم في السؤال do أو does، زي ما جيت أنفي have to أو has to نفيت ب don't أو doesn't، فأقول هل هي يجب عليها إنها تذاكر؟ does she، وطبعا does بيجي وراء الفعل في المصدر، does she have to study؟ قول انت بقى المثال ده، هل يجب عليهم ان هم يناموا بدري؟ do they must؟ لا، must they sleep early؟ بتساوي do they have to sleep early؟ وشكرا.